أقوى مكون لتفتيح البشرة وتبييضها من أول استعمال. هذا الماسك يخلصك من أي تسبغات أو بقع أو كلف أو نمش، يبيض ويصفي البشرة ويشدها ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة. ممتازة بمكون سحري، جربوه لبشرتكم وراح يعطيكم نتيجة من أول استعمال. مرحبا بكم على قناة حواء ديزا تيفي. شجعوا الفيديو بلايك وتعليق والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. المكون السحري هو عرق السوس، وهذا شكله يعني قبل الطحن يجي مثل الأعواد. أنا شريته هكذا وشريته مطحون. تقدروا تطحنوا في الدار، لكن هو شوية يعني قاصح، من الأفضل تشروه مطحون. راح تحطي ملعقة من عرق السوس المطحون وملعقة من نشا الذرة. راح نجرب هذا الماسك على اليد تاعي وراح تشوفوا التفتيح والبياض الفوري، يعني من اول مره راح نحطه على اليد تاعي. شوفوا نهايه الفيديو وراح يعني تنبهروا من التفتيح والبياض الفوري. راح نضيف قطرات من الحليب، نخلط المكونات مع بعض، راح نتحصلوا على ماسك مثل هذا. طريقة الاستعمال: لازم تحطيه على بشرة تكون نظيفة خالية من أي مكياج أو كريمات، يعني غسلي وجهك بغسول أو صابون طبيعي. بعدها يعني استعملي هذا الماسك واتركيه يجف مدة 20 دقيقة أو نصف ساعة. ماسك ولا أروع، يعني خاصة اللي عندهم كلف عميق أو تسبغات عميقة أو بقع، يجربوه راح يوحد ويصفي بشرتهم ويعمل على شدها. أيضا أنا كنت نديرها في فصل الصيف، يعني لعلاج تسبغات وسمرار يعني الشمس تاع البحر، وأعطاني فرق يعني من أول مرة. بعد ما راح يجف راح تفركيه بحركات دائرية هكذا، يعني لتقشير وتنظيف البشرة في نفس الوقت. راح يزيل أيضا الرؤوس السوداء، البيضاء، القشور، يعني أي شوائب في البشرة راح يقشر البشرة وينظفها، وفي نفس الوقت راح يبيضها. شوفوا النتيجة بسم الله ما شاء الله، يعني تفتيح وبياض فوري، يعني ولا أروع. جربوه، لا تنسوا الترطيب بعد الماسك. داوموه مرتين في الأسبوع.